كيف باعت إيران حزب الله اللبناني؟ في كل مرة بيحصل تفاوض بين أمريكا وإيران إن كان بحرب بعد حرب أو بلا حرب كما كان يحصل في المفاوضات النووية سابقا، يتم طرح سؤال أساسي: ما هو الثمن الذي يمكن أن تدفعه إيران أو تقدمه على طاولة المفاوضات مع أمريكا لتحمي مصالحها أو استمرارية النظام أو ما يسمى بالقوة النووية، التخصيب النووي. ومن هون بتبرز إلى الواجهة قصة الحلفاء أو ما يسمى بالأزرع بالمنطقة، وهل يمكن التفاوض على رأسهم أو تقديمهم ثمنا لهذه إنجاح هذا المفاوضات ودرء التهديدات أو الأخطار الأمريكية اللي بتطاول إيران ونظامها. وقد برزت مؤخرا في الحرب الأخيرة، يعني الحرب الماضية والحرب الحالية، ورقة حزب الله أو موضوع حزب الله، وأن إيران قد باعت الحزب أو يمكن أن تبيعه مقابل الحصول على مكاسب أو دفاعا عن مصالحها بالمفاوضات مع أمريكا. ومحاولة للإجابة على هالسؤال وتحليله وتوصلا إلى إجابة تكون قريبة من المنطق، لابد أنه نستعرض أهمية حزب الله لإيران وشو العناصر القوة بشكلها أو مدى تأثيره المباشر على سياسة إيران بالمنطقة. ومع لفت النظر إلى أنه بيتم الحديث أكثر عن حزب الله اللبناني أكثر من بقية الأزرع مثل الحوثي، مع أنه عندهم موقع كبير وحساس بالإقليم يخدم السياسة الإيرانية بالمنطقة ويتآلف مع مصالحها. وهناك طبعا في اشتراك بالتنسيق واشتراك بتنفيذ هذه المصالح أو مواجهة مع أمريكا وإسرائيل. بالعودة للذاكرة أنه بعد نشأ حزب الله بال 82 طبعا بدعم إيراني وتمويل وتسليح إيراني، وهذا الأمر دام على مدى 40 سنة، حتى بات يقال أنه حزب الله هو درة التاج الإيراني بالمنطقة. وهذه التسمية بيتفق عليها إن كان أعداء إيران وإن كان أقرباء أو حلفاء بدوروا بفلك إيران. وهذا الأمر ناتج عن موقع حزب الله بلبنان وبالإقليم، يضاف إليه السجل أو الإنجازات المحققة بسجله من تحرير الجنوب بال2000 إلى الحربين الثلاثة مع إسرائيل 2006 بمقدمتهم اللي حقق إنجاز، إلى حربه في سوريا، إلى ما هناك من محطات برز فيها الحزب وسجل نجاحات كبيرة أصبحت موضع تقدير ومراهنة كبيرة عند إيران على هذا الفصيل، إن كان بلبنان والدراء بالصراع مع إسرائيل، وإن كان بالمنطقة بتحريك المحاور الباقية أو ما يعرف كان بوحدة الساحات وما له علاقة بغزة وفلسطين وصولا إلى اليمن وإلى العراق. وكان له تأثير كبير وفق ما هو معروف بالأوساط المحلية والعالمية والأجهزة والدول تعلم هذا الأمر. وخاصة نمي هذا الدور من بعد مقتل سليماني اللي كان موكل إليه إدارة المحور، وبالتالي حل مطرحه أمين عام حزب الله بحين ذاك، وأصبح هو من ينسق سياسة أو عمليات ما يسمى بالمحور ويديرها، وله تأثير كبير. هلا العودة للعوامل الأساسية المشتركة بين إيران وبين حزب الله اللبناني، طبعا بالدرجة الأولى هناك عامل ديني ايديولوجي عقائدي، وهو ارتباط حزب الله بولاية الفقيه، وهناك تكليف شرعي. يعني العملية مش عملية مصلحة وتبادل مصلحة بالدرجة الأولى، هي ارتباط عضوي من الصعب أو المستحيل فكه، لأنه مصير هالمجموعة متعلق بمصير ولاية الفقيه، وخاصة أن الثورة الجمهورية الإسلامية نشأت على تصدير الثورة وتعميم هذه الفكرة. الأمر الآخر هو أنه وضعت إيران استثمار كبير
بحزب الله اللبناني، من كان بصعيد البناء المؤسسات والعسكر والتمويل والاقتصاد و لحتى توصل لنقول انه يشكل قوة أساسية في هذا المحور. لا يمكن لإيران أن تخاطر أو تسمح بالقضاء عليها، ومن هون نتيجة أهميتها مثل ما شرحنا قبل وقلنا. ومن هون تبرز هلأ بالفترة الأخيرة أنه كل المفاوضات اللي عم تحصل بين أمريكا وإيران يكون لبنان هو ورقة أساسية على هذه المفاوضات، أو تشترط إيران أن يكون لبنان ضمن هذا التفاوض. هذا نظرا لما يشكل حزب الله من قوة وعلاقة وموقعه الحساس بين هون وبين سوريا وبين فلسطين، وتأثيره بالجغرافيا وبالعسكر وبالسياسة على كل المنطقة، مما يؤثر مباشرة على أمن إيران القومي ومصالحها والآخر. هلا عم نستعرض هودي لأنه في شقين من الناس، شق عن معرفة يسوق على طول أو يسعى إلى تسويق فكرة أنه إيران باعت أو ستبيع حزب الله بأقرب فرصة لتحفظ رأسها، والقسم الآخر هو مش عرفان أو بيتأثر بالدعايات اللي بيسمعها من دون محاولة فهم طبيعة العلاقة بين حزب الله وإيران والارتباط القوي ليقدر الموقف. وحتى في ناس ضمن بيئة حزب الله لاحظنا يعني هلأ وقبل هلأ وقت اغتيال أمين عام حزب الله طلعت أصوات على المكشوف يعني تقول إنه إيران خانت وإيران باعت حزب الله وسلمت راس أمينه العام الإسرائيلي وتخلت عنه. هلا رجعت بعد فترة الأمور هديت، ولكن هذا بنم عن أمرين: طبيعة العربية، طبيعة العقل العربي اللي هو عاطفي وينفعل، وطبيعة أمر ثاني هو التأثر بما يسمعه الناس بالدعايات والإعلامية أو الضخ الإعلامي أو هذا التسويق لهذه الأفكار بالحرب النفسية. موضوعيا لنقول إنه طبيعة العلاقة بين إيران وبين حزب الله هي أكثر من متينة، ولا يمكن حتى لإيران نفسها أن تتخلى عن حزب الله للاعتبارات الدينية والاعتبارات الاستراتيجية والعسكرية والسياسية والأمنية وكل ما ذلك. حتى إذا تخطينا كل ذلك فينا نقول أنه من منطق المصلحة فإن إيران لا يمكنها أن تتخلى عن أي ذراع من أذرعها إن كان حزب الله وغيره، وإلا هذا يكون أو يؤدي إلى سقوط فكرة نظام الجمهورية الإسلامية والاتفاقية. وحتى لو كانت إيران عملت اتفاق مع خصومها وأعدائها بالمنطقة، ولكن هي بحد ذاته إذا حصل، وهو افتراضيا لن يحصل، سيؤدي إلى قضاء نظام على نفسه بمجرد اعتماد هاي نظرية البيع والمشترى أو التخلي عن هؤلاء أو عن أحدهم. من هون بدنا نرجع نذكر ونقول أنه موضوعيا ومنطقيا وعقلا لا يمكن لإيران أن تتخلى عن حزب الله أو تبيعه. وحتى فيما حصل بالحال وقت الحالي حزب الله دخل الحرب ليس عبثيا وانتحاريا كما يقال، بل قدر أنه ما حدا قادر يحقق توازن أو يحميه إلا إيران، وثائبت أنه إيران هي في قلب الحرب هاي المرة. لذلك حط رهانه كله هون وربط مصيره بمصير إيران، وما سيصيب إيران سيصيبهم كان سلبا وإن كان إيجابا. وبالمناسبة من زمان سئل الخامنئي ليش دخل لبنان حزب الله اللبناني لحرب إسناد غزة وإيران لم تدخل، فأجاب أنه حزب الله هو حزب أما إيران فهي دولة. من هون يعني العقل الإيراني عم نقول كيف بيشتغل، مش معناتها إذا قصف حزب الله أو اغتيل أمينه العام أو قياداته أو بيروت أو تتدخل إيران فورا، ولكن الدول عندها حساباتها تماما كما بتفعل أمريكا وإسرائيل يعني بين بعضهم. في حسابات تتخطى التفكير البسيط أو الفردي اللي هو أنه لكل فعل هناك ردة فعل توازيه. هناك ظروف سياسية تتحكم بهذا وتوقيت معين بيسمح بالتصعيد العسكري أو لا، والإيراني وحزب الله منسجمين يعني بهذا الموضوع
ومتفاهمين أو بيفهم على بعضهم كيف بيشتغلوا بهيدا الطريقة. إنما الناس طبعا ما فيك تلومها، لأنه كل حدا بيتأثر بمطرح معين ويريد أو يتمنى أنه تكون الأمور غير ذلك، أنه عندما يستهدف لبنان أو يستفرد، ليش إيران ما بتتدخل مباشرة؟ لأنه ما فيش مظلة حماية أخرى هلأ متوفرة غير إيران. ولكن إيران بتسعى على المدى الطويل، أنه إذا بقاء النظام الأساسي هو سيؤكد أو سيبقي حزب الله مستمرا. أما إذا سقط النظام بإيران فلن يبقى هذا الحزب مستمرا لا ماليا ولا عسكريا ولا إلى آخره. من هون العلاقة متكاملة وغير خاضعة لا للبيع والمشترى، وإذا حصلت التسوية أو التفاوض ستكون أو إيران حريصة لتأمن مصلحة استمرارية هذا الحزب، كان سياسيا، مش عم نحكي بس بالشق العسكري أو كيف بيتم التوصل، ولكن بحفاظ على تأثيره واستمراريته وتأثير تصدير هذا الفكر أو ولاية الفقيه. لذلك بنرجع بنقول جوابا على السؤال اللي بدنا إياكم تشاركونا بالإجابة عليه، إيران ما باعت حزب الله ولا يمكن لها أن تبيعه في المستقبل، استنادا إلى ما ذكرناه وحللناه نحن. ونتمنى تشاركونا بآرائكم المختلفة كانت سلبا أو إيجابا.